في فرق كبير بين انك تعمل ادز وانك تعمل مكنه بيع تشتغل وانت نايم، وده اللي بيسموه الميديا باينج. بس مش زي ما انت متخيل. الميديا باينج ببساطه هي فن انك تدفع فلوس علشان اعلانك يوصل للتارجت اودينس في الوقت الصح بالمحتوى الصح. بس الشطاره مش في الدفع، الشطاره ان الفلوس دي تجيب لك رو از عالي وتبني لك بيزنس، مش بس تجيب لك شويه ريتش. لو عندك براند فالميديا باينج مش مجرد تول، دي وسيله تحول الترافيك لسيلز، وتحول الفيزيتورز لكاستمرز وليدز، وتحول الكامبين لنظام شغال 24 ساعه يطبع فلوس. انك تكون ميديا باير محترف ده معناه انك بتشتغل على واحد، تحديد جمهورك بدقه، مش رجاله من 18 ل 50 والسلام. لازم تفهم عميلك كويس جدا، بيفكر ازاي، بيحب يسمع ايه، بيتواجد فين، بعدين تستهدفه بناء على ده مش بالتخمين. اتنين، اختيار البلاتفورم المناسبه، مش كل المنتجات تنفع على كل المنصات. في منتج هيبيع على انستجرام، والتاني محتاج لينكد ان، والتالت هيكسر الدنيا في تيك توك. الميديا باينج بيعلمك ازاي تختار المكان اللي الفلوس تجيب فيه فلوس مش تضيع. ثلاثة، صياغه الرساله التسويقيه اللي تبيع. ليه المنتج ده هو اللي هيحل مشكله معينه عند العميل، وليه لازم يشتريه دلوقتي مش بعدين. أربعة، التحليل المستمر. ارقام الاعلان دي مش زينه، دي لغه بتفهمك توقف فين وتمشي فين، تغير الكرييتيف ولا الرساله ولا الجمهور. الميديا باير الناجح بيقرا الميتريكس والداتا زي ما بيقرا كتاب وبيتصرف على اساسها. تقدر تقول ان الميديا باينج ده عامل زي سواق اللي سايق سوبر كار سريع، بس لو مش فاهم الطريق هيخبط ايا كان سرعته. في الاخر لو عندك براند وعايز ناس متخصصين وفاهمين تشتغل معاك على انك توصل لهدفك، ابعت لنا رساله دلوقتي في براند ستور.